بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعقيبا على مباراة النادي الأهلي، الفيديو اللي أنا عملته تصحيح بس إن خبير التحكيم المصري كابتن ياسر عبد الرؤوف كلمني وقال لي وأقنعني إن هدف النادي الأهلي هدف صحيح 100%، لأن الكورة هي اللي سابقة ياسر، مش ياسر اللي سابقها. فانا كنت بتكلم كمان على حته الخط اللي هو كان المفروض يجيب الخط بتاع اخر واحد لمسه اللي هو ياسر، يعني اخر واحد. هم جابوا الفار، جاب الخط اللي هو اول ما الكره اتلعبت لتريزيجيه. فانا كان التعقيب على كده، وكنت بقول ان هي اوفسايد على كده، ولكن كابتن ياسر عبد الرؤوف اكرمه الله قال لي ان هو هدف صحيح 100%، وانا اقتنعت. وانا بتاسف لجماهير الاهلي وبتاسف للناس اللي هي اتفرجت على الفيديو، ان والله دي مش غلطتي، لان هي ما اتعادت مره واحده بس وجت من ورا. فعشان كده كنت بقول ان هي فيها شك. فلما الكابتن ياسر صحح لي فانا طالع بعتذر وبقول ان الهدف صحيح 100%. سيبك بقى من مباراه الاهلي، تعالى على مباراه الزمالك. كالعاده الزمالك لازم يعكنن على جماهيره. كسبان 1-0، المدرب بتاعه لخبط في التغييرات، عمل تغييرات هلامية، تغييرات كلها سمك لبن تمرين، فادى الافضليه لفرقه الجونه اللي هي المفروض تكسب النهارده. خلي بالك الشوط الاولاني غلطه من صلاح مصدق، بياخدها المهاجم ويشوطها قنبله بتيجي في العارضه، ودي كانت المفروض جول. الشوط الثاني فاول بيتشاط بتيجي في العارضه ومن مسافه بعيده، كان المفروض تخش جول. والجون الثالث العالمي اللي الراجل جابه بتاع الجونه، كرة من جمله جميله جدا ما بنشوفهاش من لعيبه الاهلي ولا الزمالك، اتحطت من ورا الكابتن حسام عبد المجيد. الراجل بطنها للراجل اللي جاي، حط وش رجله في المقص، نفس الكرة اللي هي جت في العارضه اللي هي قبليها على طول. فالنهارده الجونه حق ربنا وصراحه ربنا ان هو ياخد التلاته بونت. الزمالك النهارده بيلعب اللعب اللي هو في منظره اكتر، في فرد عضلات، في ان احنا مش هنخسر فيه. فربك يعني كرمهم وخلاهم يتعادلوا في الاخر. الفنيات، انا شايف الفنيات كانت فرقه الجونه احسن من الفنيات بتاعت فرقه الزمالك. باختصار شديد، الزمالك النهارده لا يستحق التعادل، الزمالك النهارده يستحق الخساره وعن جداره وقبل المباراه عشان يفوقوا اللعيبه. وده اللي الناس كانت بتحذر منه، ان انت عندك بزيرة موقوف وطبعا وفاة جدته، وعندك بنتايك موقوف وما اعرفش مش عايز تلعب، وفي لعيبه بتلعب بالشوكه والسكينه، وفي لعيبه مش في دماغها خالص. فلازم التعادل ده النهارده يعيد حسابات الفرقه تاني عشان يرجعوا تاني لحالتهم في ماتش الاهلي. ونتفرج بقى على المباراه. النهارده الاهلي كان وحش والزمالك وحش، عايزين بقى نتفرج على ماتش يوم مباراه القمه اوحش واوحش. ليه؟ لان الفرقتين بصراحه يسدوا النفس. على العموم مبروك للجونه البونت اللي خده، وهارد لك للزمالك كان لازم يخسر عشان يفوق اكتر يعني. وان شاء الله باذن الله بكل رضا وبكل امتنان بتمنى البيراميدز النهارده اللي بيمثل الكره المصريه، اللي خد مكان انديه، ربنا يكرمه النهارده. اللي مش جايبين حس ولا خبر، لا الماتش بتاع النهارده اهلي جده ولا الماتش اللي هو كان قبل كده، اللي هو مش فاكر الفرقه اللي هي كانت اسمها ايه، نيله بنيله دي. المهم كسب الماتش الاولاني ولا فيه هيصه ولا زنبليطه. كان في فرقه تانية بتكسب، كانت الشو والدنيا واو نص المحيط وثلاث ارباع المحيط والكلام الفاضي ده. ادي فرقه معتمين تعتيم غير عادي. ليه؟ هو الفريق ده مش مصري يا جدعان. ربنا يكرمه النهارده ويكسب ان شاء الله ويشرف الكره المصريه اللي هي عامله مش واخده بالها. المسؤولين اللي في الكره المصريه عاملين مش واخدين بالهم. ده فريق مصري يا جدعان، ده بيمثل مصر يا جدعان، ولا هي بس الهيصه والزنبليطه اللي يلا اشوفكم ان شاء الله قريب باذن الله. السلام عليكم.